ما نكذبش عليكم الا قلت لكم لي اول مره كيتحلوا عينيا على الحقوقيين او المناضلين في المغرب. الحقوقيين اللي جايين من اليسار ودايرين اون كليك هما كيعطيو راسهم الحق يشهروا بك ويضربوك في استقلاليتك. وخرج عزيز غالي يقول لهم ميسه كذا وكذا، وخرج الاخر ويتهم الاخر في مصداقيته، وكيبقاو ساكتين وفرحانين وحتى شي واحد ما يتضامن معاك منهم اللي ضد التشهير وضد الضرب في الاعراض وضد الاتهامات. ما يتضامن والله شي واحد فيهم ما تضامن معايا ضد الهضره د عزيز غالي. ولكن شي مغربي يخرج ضد عزيز غالي كيخرجوا كليك. المخزن يخرج كلابه لتنبح ضد عزيز غالي، وهما عندهم الدنيا هانيه ينبحوا عليك. دايرين اون كليك. واخا انت 16 عام وانت كتناضلي على نفس المبادئ اللي هما اطلاق سراح المعتقلين، لا الاعتقالات السياسيه، حريه التعبير، ما يعطيوكش اللقب ديال المناضله الحقوقيه. انت ماشي معاهم في الكليك. كيعيطوا غير لديالهم، يحضروا معاهم في الجلسات واللقاءات وكيلصقوا لهم لي زيتيكات ديال المناضل الحقوقي. انت شكون؟ انت ماشي معاهم في الكليك، ما عمرهم يعترفوا بك. دايرين اون كليك كيعطيو لراسهم حق حريه التعبير في جميع المواضيع، ضد مغربيه الصحراء، الوحده الترابيه، ضد الملكيه، ضد المخزن. هما احرار وانا كنامن بحريه التعبير، ولكن انت تعبري على شي موضوع خارج المغرب بعيد علينا. انت ضد محور الممانعه ولا المماتعه وما كتامنيش بايران، وبالنسبه لك ايران باعت اذنابها لاسرائيل كاع. يخرجوا كاملين، خرجوها ودخلوها وقالوا لها وانت فاعله وتاركه ودايره، والاخر فاعل وتارك وداير. انت ما عندكش حق حريه التعبير، هما اللي عندهم. شي عمرني ما عرفتو انا هادشي، عاد تحلوا عيني عليه غير في هاد الخرجه هاديك عزيز غالي، عاد تحلوا عيني على هادشي. حتى شي واحد منهم ما تضامن معايا، انا ماشي معاهم في لاكليك. درت داك مركز تفكير المغاربه الجدد، وهادي شهور وانا خدامه على اللوجيستيك وفي خارطه الطريق ديالي. نبدا نعيط ليهم يحضروا في جلسات نسمعهم، على اساس ما كيتعطالهمش لا بلاتفورم في الاعلام العمومي ولا في المواقع اللي كتاخذ الدعم من الدوله كيف ما هما تيقولوا. قلت انا عندي اون بلاتفورم فيها 1.5 مليون المتابعين وكثر، الا جمعنا تيك توك وجمعنا انستغرام وداكشي نبغي نسمعهم ونبغي المغاربه يسمعوا لهم. مشيت عند واحد الصديق اللي هو كيعرفهم تقريبا كاملين، وبديت نجمع نوامرهم ديال التليفون، وهو مصدوم تيقول لي بغيتي هاد النوامر كاملين. قلت له نعيط ليهم، قال لي ماشي مصلحتك. قلت له كيفاش ماشي مصلحتي؟ شو زعما المخزن غيغضب مني حيت غنعيط ليهم؟ وفي الاخر هو ماشي المخزن، هما ماشي المخزن اللي غيغضب، هما اللي كيتهموك. هادو هما اليسار والمناضلين الحقوقيين ديالنا، غير مناضلين حقوقيين، غير حقوق بعضياتهم، ماشي حقك انت كمدونه وناشطه سياسيه. يحتفظوا لك على كرامتك واستقلاليتك ومصداقيتك. مادام هادي 16 عام هما كيقلبوا ليا على شي دليل انتماء عمر شي حد ما لقاه، غير حلال الفم والحقد. وانا عمرني ما غادي نكون مع مواقع التشهير وما تسمونه بالمواقع البوليسيه. ماشي من قيم التشهير، ماشي من قيم الضرب في الاعراض، ماشي من قيم اتهام الناس في مصداقيتهم، ماشي من قيم نطلب باعتقال الصحفيين. وفي نفس الوقت خديت قرار، وعمرني ما غنكون معاكم. بما انكم نتوما منغلقين على راسكم، واخا بنادم كيدافع وكيناضل على نفس المبادئ اللي نتوما كتناضلوا عليها، حريه التعبير، ضروره وجود معارضه في هذه البلاد، لا للاعتقالات السياسيه، حقوق الانسان. واخا هكاك حيت ماشي معكم في الكليكه كتبداو تتهموا في بنادم وتدفعوه برا. بما انكم كيسحبوا راسكم، احتكرتوا لي زيتيكات ديال النظام، نتوما اللي كتعلقوهم على من ما بغيتو، نتوما اللي كتختاروا شكون مستقل وشكون امنوا بمصداقيته وشكون لا. انا اختاريت ما غنكونش معاكم، وكاينه جهه ثالثه في المغرب. هادشي اللي بغيتو، كاينه جهه ثالثه في المغرب، نتوما اللي دفعتونا نديروها. جهه ما مع المخزن، ضد التشهير، ضد الضرب في الاعراض، ضد الاعتقالات، مع حريه التعبير، مع حريه الصحافه، مع وجود معارضه في البلاد، وماشي معاكم. وما كتمثلوها ما كتمثلكم، ومناضلين وحقوقيين بما نؤمن به، وما كتحتكروش لي زيتيكات ديال النضال. هادشي اللي بغيتو، مرحبا وانتم غتشوفوا. تلاحيت في هذا الاسم ديال المغاربه الجدد، وكلشي كيقول لي كيفاش جداد وعلاه مال القدام، وما عنديش جواب بريسي. ولكن انا كنعوم والضباب ينقشع والفكره تتضح، واللاوعي ديالي اختار هاد المغاربه الجدد الا وراه اللاوعي ديالي شاف شي حاجه انا ما شفتهاش، عاد دابا كنشوفها كونسيامون. هي ان كاين واحد المغاربه حتى حد ما كيمثلهم، مغاربه جداد ماشي يساريين، ما معاكمش
ما معكمش اليسار الحقوقي، ولكن حنا حقوقيين، ما تحتكروش حقوق الانسان. ندافع عن حقوق الانسان في المغرب، ضد الاعتقالات السياسيه، مع حريه التعبير، مع وجود معارضه البلاد، ضد التشهير. حنا ماشي اسلاميين، ولكن نناضل ضد الفساد، ونناضل على وجود اخلاق وقيم الشارع العام. حنا ضد صحافه البوليس وضد تمخزنيه، ولكن مواطنين ومع السياده المغربيه ومع مغربيه الصحراء. حتى واحد فيكم ما غيحتكر لا الوطنيه ولا النضال. المغاربه الجدد مناضلون حقوقيون وطنيون.